مديري التحكيم: هدف الرجاء أمام الجيش الملكي كان صحيحاً لأن اللاعبين كان معاً في نفس الخط. أيدت مديري التحكيم قرار الحكم رضوان جيد الذي أدار مباراة الرجل الرياضي أمام الجيش الملكي من 1-0 لحساب الجولة 1/4 من البطولة الاحترافية أنوي القسم الأول. واحتسب رضوان جيد الهدف الوحيد للفريق الأخضر في الشوط الثاني من المباراة الذي سجله زكريا الهبتي والذي منح الفوز للرجاء الرياضي. وأوضحت المديرية قائلة: لم يتم استعمال الخط البسيط بل تم استعمال ما يسمى بالثلاثي حيث أحاط بالمدافع والمهاجم. وواصلت: اللاعبين كانا على نفس الخط، الشيء الذي لا يمكن اعتباره على أن لاعب الرجاء متسلل طبقاً لقانون مواد اللعبة. وتابع الجهاز المذكور: الصعوبة هنا تكمن في تحديد جزء من اللاعب الأقرب لخط المرمى. إذا كان الجزء ليس بالقدم أو الملتصق بالأرض فنضطر إلى استعمال الخط الثلاثي الذي يمكننا من اتخاذ القرار الصحيح. وهنا كان احتساب الهدف لأن لم دفاع والمهاجم كانا على نفس الخط.